حلقتنا النهارده عن الغسيل الكلوي ومنشط الكبد. أهمية الغسيل الكلوي ومنشط الكبد، الوقت المناسب في الدورة، امتى بالظبط تحط غسيل ومنشط كبد. طيب لو انت بتربي تربية منزلية كميات بسيطة 50 100 200 كتكوت، ايه الحاجة اللي نحطها مكان الغسيل الكلوي او منشط الكبد؟ بالنسبة لمنشط الكبد يا شباب، بيساعد على إفراز إنزيمات الهضم. يعني الفراخ اللي نفسها مسدودة وأكلتها واقفة ومعدل سحب العلف قليل، لما بتحط لهم منشط كبد إنزيمات الهضم بتنزل، فبيساعد الكلام ده على الهضم السريع، وبالتالي تجد إن سحب العلف بيزيد والفرخ نفسه تفتح على الأكل تاني، ويبدأ إن أنت تحصل في الآخر على معدل نمو كويس ووزن مظبوط في وقت مثالي. طيب لو حضرتك بتربي تربية منزلية وما عندكش صيدلية بيطرية بتتعامل معاها، ممكن انك تستخدم مكان المنشط الكبد ده تستخدم عسل اسود. طيب الوقت المناسب امتى بالظبط علشان استخدم منشط الكبد في المزارع الكبيره او العسل الاسود في التربيه المنزليه؟ افضل ميعاد وافضل وقت انك تنشط انزيمات الهضم اول يوم، يعني اول ما استقبل على عسل اسود لو انت في تربيه منزليه، او جيب لتر منشط كبد من الصيدليه. منشط الكبد في الوقت ده بيساعد الكتكوت انه يفرز انزيمات الهضم بسرعه، وده هيخلي الكتاكيت تاكل اكتر في اول 3 ايام، علشان احنا قلنا قبل كده اول 3 ايام دول لو الكتاكيت كلت كويس وجابت الوزن المثالي في اول 3 ايام، انت كده 50% من مشاكل الدوره تخلصت منها. خلاص يعني ضمنت ان معدل الوزن يكون كويس، مناعه الطيور تكون كويسه، الدوره ان شاء الله تكون فتحه خير عليك ان شاء الله. طيب ما هي باقي المواعيد المناسبه؟ تقدر ان انت تعمل برنامج كل اسبوع سقوتين على الاقل منشط كبد، ونفس الكلام برضو في الغسيل الكلوي. ممكن بقى ان حضرتك تبدا من عمر اسبوع تنزل غسيل كلوي كل اسبوع سقوتين على الاقل. الغسيل الكلوي يا شباب بيساعد الكليه للتخلص من اثار او رواسب المضادات الحيويه ونواتج عمليه الهضم من البروتين والمشاكل اللي ممكن ان هي تؤثر على كفاءه الكليه. وعندك كمان مشاكل مرضيه زي الجمبورو او النقرس بيؤثر على نشاط الكليه، فانت لما بتنزل غسيل كلوي بتساعد الجسم او الكليه ان هي تفرز الرواسب المتبقيه من عمليات الهضم او من الادويه اللي انت بتحطها خلال الدوره. طيب هل بقى السؤال الاهم او السؤال اللي محير بعض الناس، هل لما يبقى فيه مضاد حيوي وجيت انا احط غسيل كلوي، الغسيل ده هيغسل بقى المضاد الحيوي ويطلعه خارج الجسم، ولا الموضوع مش زي ما احنا متخيلين؟ الحكايه بسيطه خالص يا شباب، الغسيل الكلوي ما بيأثرش على المضادات الحيويه، لان احنا بنتكلم في رواسب المضادات الحيويه اللي بتتراكم في الكليه، لكن المضاد الحيوي نفسه كنتيجه وكشغل بيطلع على اجهزه الجسم سواء كانت امعاء او رئه، والكلام ده بيتم من خلال الدم. ففكره ان حضرتك خايف تحط غسيل كلوي مع مضاد حيوي ده ملوش اي اساس علمي، بالعكس الصح ان حضرتك لما تحط مضادات حيويه في نفس البرنامج في ال3 ايام بتوع المضادات الحيويه دول، تقدر انك تحط غسيل كلوي سقوة مع البرنامج علشان الرواسب اول باول تخرجها من الكليه. رواسب المضادات الحيويه اول باول انك بتساعد الكليه على يعني ايه ان ما يحصلش ستريس وضغط عليها من كتر الرواسب. فاحنا لازم ناخد بالنا ان مفيش اي مشكله خالص لما احط غسيل كلوي في برنامج بيكون فيه مضادات حيويه. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.